شباب صار لهم 3 أيام شغالين على قبل الميزانية، حسسونا الدنيا بتنقلب علينا، والآن تسمعهم هص ولا كلمة، شغالين بس على وشه. أنا الآن شغالين على التالي. الناس اللي قابلوا الأمير محمد بن سلمان قاعد ينقدوا لهم أنت مطبل أنت مطبل أنت مطبل أنت مطبل، يعني لو حشيت أصير مش مطبل صح؟ الحبايب هذول يبي يوصلون المجتمع السعودي للتالي: إذا أنت تهاجم أي قرار حكومي فأنت رجل حر مستقل، تشيد بأي قرار أنت مطبل. يا سلام، يعني بالعربي يا أصير معاكم ضمن الشلة اللي جالسة في بعض الدول العربية ومعاهم كم واحد محبط ومقفلة معاه، يا أصير أنا رجل مطبل. يا سلام. الزبدة للحسابات المحرضة، أنا ما قاعد أتكلم، بيجي واحد يقول لك إحنا نتكلم باسم الشعب. شعب مين يا حبيبي؟ تتكلم أنت، من عطاك حق تتكلم باسم الشعب؟ جاوبني. آخرتك يا سلتوح جالس في عاصمة عربية جنبنا، يا واحد شغال في المخابرات، يا واحد منقط برا البلد وقافلة مع دين أمه، ها معاه كم واحد قافلة معاهم في البلد. طلعت الميزانية، ها وش عندك يا ابو الشباب؟ لا اصل بيفرضون رسوم بعدين. ايوه شنو يعني؟ ما باقي تقول اعطونا المويه والكهرباء ببلاش؟ صباح الخير جنيت. يضيق لما يجي واحد يقول لك احنا الشعب. انت مين؟ انت ما عندك صلاحيه تتكلم باسم احد. انت رجال اصلا اسمك الطبيعي مو كاتبه، اسمك ما تكفوا تكتبه. اي شيء مضحك يا اخي. 3 أيام سودوا لي العيشه، حسون الدنيا مقلوبه. يوم شفنا الميزانيه، وين انتم قاعد تحرضونا؟ وين مودينا انتم؟ اقسم بالله اقسم بالله، وتسال هالحسابات المشبوهه ذي، ها ابو صور كذا وحواس ومش عارف اسماء مستعاره، تقول له تحرق البلد عشان يصير اللي تبيه؟ يقول لك ايه والله ما انتم كفو. اوكي، مرينا في تاسيس الدوله، ومرينا ايام الناصريه، ومرينا الحرب العراقيه العلميه، ومرينا بعد 11 سبتمبر صح؟ ومرت علينا ظروف كثيره وحروب حوالينا، والله سبحانه وتعالى سلم هالبلد. شوف، بتموتون قهر، بلدنا بخير وبتبقى بخير باذن الله. تحلمون فيه انتم يا الحسابات المشبوهه ما راح يتم. ربنا سبحانه وتعالى حامي هالبلد. اقعد انبح انبح انبح، حتى صورتك ما تقعد تحطها. خطوره الفكره، ها ترسيخ فكره. يعني اي حين عشان رحنا قابلنا الامير محمد بن سلمان بنصير مطبلين؟ يا حبيب قلبي، يعني اهاجم، ها اهاجم عشان اعجبك صح؟ والله شيء يرفع